الراجل ده بيحط ايده جوه عشان يجيب المفتاح، وفجأة المكنة قفلت عليه ورايح ينزل عليه السيف ويقطع له ايده، بس بيجي صاحبه في اخر لحظة وصاحبه بيحط السيف بتاعه عشان ما ينزلش على ايده ويطحوله، بس بتقف في اخر لحظة. المكنة اللي زنق ايده بتتشال وبيشيل ايده والسيف بينزل على الارض قبل ما ايده تتفرتك، وبتيجي البنت دي وبتروح تنط على الارض وبيطلع من الارض اسلحة ازاز وبتنزل عليها وبتفضل تصرخ وبتقدر تشيل ايديها وبتكون مليانة اصابات، وصاحبتها بتنط وراها وما تعرفش ان الارض بتطلع شوك ازاز، بس بتاخد بالها في اخر لحظة بتحط ايديها على الازاز وبتقدر تهرب من الكمين ده بذكاء. بعد كده الراجل ده بيكون ماشي وبيدوس على المكان الغلط وبيطلع منه بخار ميه نار وبتحرق له وشه. بعد كده المكنه بتتحرك وبتطلع سيوف كتير وبتفضل تضرب على الراجل ده وهو ماشي، وهو بيجري في سيوف بتدخل في ظهره وبتقتله. بعد كده الراجل ده اول ما بيشوفه بيطلع يجري والمكنه بتحدف عليه الصونه، بس بتيجي في التمثال وبتطير رقبته وبيطلعوا يجروا، بس في واحد منهم بيتحدف عليه الصونه وبتقتله. بعد كده الولد ده بيكون ماشي، العصابه بيكونوا عاملينه كمين، واول ما لمس الحبل رجله